رسالة تانية: قبل ما اتجوز مراتي حبيتها وطلبت منها انها تحكي لي عن كل حاجة قديمة في حياتها، وانا كمان علشان ننسى الماضي. اعترفت لي انها كانت متجوزة عرفي قبلي من شخص، وانا دخلت على اللاب بتاعها ولقيت ليهم صور، وهي طلبت مني ان امسحهم بنفسي، بس قبل ما امسحهم احتفظت بيهم على فراشة من وراها وما قلتلهاش. عشنا سنين حلوة مخلصين لبعض، بس بعد كده للأسف أنا وقعت في غلطة، عرفت عليها واحدة وهي عرفت. طلبت منها إنها تسامحني وتعتبرها نزوة وما تاخدهاش على كرامتها، ما قبلتش، طلبت الطلاق وطلبت حقوقها. في محاولة مني إن أنا أحسن صورتي وإنها تطلع كدابة، ركبت صور على بعض وعملت لها فيديو أهدد أهلها بيه عشان يتنازلوا عن طلباتهم، وكمان عشان محدش غيري يتجوزها وترجع لي. يا نهارك اسود، هو في حد بيعمل كده؟ يعني انت عامل فلاشة عشان تهددها تبتزها بيها يعني؟ وبتركب صور لمراتك مع راجل تاني علشان خاطر ترجع لك، او حتى لو ما رجعتش محدش يتجوزها غيرك؟ انت محتاج تروح لحد. دي قصة انا ما اقدرش اعالجها على الهوا. انت عندك مشكلة نفسية، انت اللي بتظهره غير اللي موجود جواك. انت جواك كمية غضب رهيبة. الغضب ده انا مش عارفة سببه ايه، بس الغضب اللي عندك للأسف بيتحول لانتقام. يا ترى انت عشان كان معاك الفلاشة كنت شايف من حقك انك تغلط، ووقت الجد هتقول لها ما انا معايا الفلاشة بتاعتك؟ لان انا لغاية دلوقتي برضو مش عارفة انت ليه من الاول كدبت عليها وخليت الفلاشة معاك. لو هي اللي سمعاني بقى هقول لها ايه؟ اقول لها ربنا يسترها عليكي، لا تاخدي طلبات ولا تاخدي مؤخر ولا تاخدي اي حاجة، خليه يغور من حياتك. ده وجوده بالنسبة لك شر مش عارفين هيوصل لغاية فين، لان ده انسان مائل للاجرام.